السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله خالتي خواتاتي راح نشارك معكم وصفه القريوش المخربش هكذا يسموه. يجي بزاف هايل وتحضره في 30 دقيقه، في نص ساعه. نشربوا بقهوه ولا لاتاي. نروحوا للتحضير. بسم الله. هنا كما راكم تشوفوا عندي لا ليفر شيميك 11 غرام، وعندي حبة بيض وكاس تاع ماء. هذا الكاس اللي يدير 220 ملي، ونص كاس تاع المزهر، يعني دايما نقيسوه بنفس الكاس. وكاس إلا أسبوع مخلط زبدة وزيت. هذه هي. والفرينة ومغرف تاع خل وقرصة تاع ملح. هكذا. هنا سمحوا لي، يعني أنا كنت حاسبة الكاميرا راهي تصور وهي كانت طافية. المهم كما شفتوا درت كاس تاع الماء ونص كاس تاع مزهر وكاس إلا أسبوع زبدة وزيت، ودرت حبة بيض وزيت لا ليفر شيميك 11 غرام، ومغرف تاع الخل، يعني مغرف كبيرة تاع خل، وفي راس المغرف هكذا تاع قهوة ملح. وهنا راني نضيف الفرينة بشوية، يعني ما نقدرش نعطيكم العبار تاع الفرينة. المهم نضيفوا بشوية بشوية حتى تحصلوا على عجينة تكون متماسكة. هذه هي. لأنه كما تعرفوا كاينة الفرينة اللي تشرب وكاينة اللي ما تشربش. هكذا نبقى نضيف بشوية ونخلط حتى نتحصل على عجينة. هكذا نضيفوا غير بشوية هكذا باش ما تيبش العجينة عندنا ومن بعد نحيروا فيها. هذه هي. نضيفوا بشوية ونلموا العجينة تاعنا. وهذه الوصفة يعني تاع القريوش راهي من أسهل الوصفات، يعني سهلة بالبزاف التحضير تاعها، وتوجد بالخف يعني نص ساعة وانت حضرتيه. وحتى المبتدئات يعني يديروه عينيهم مغمضين. كما قلت لكم ساهل بالبزاف، ويجي الشكل تاعو روعة مخربش، يعني كل حبة كيفاه. هذه هي. دوكا كي لميت العجينة تاعي شوفوا ما شاء الله كيف راهي طرية. هكذا نحط العجينة تاعي فوق بلون دو طرافاي، وراح نلمها لثواني برك، ماشي يعني نعجنها، نلمها برك هكذا. ومن بعد نديرها حربوش ونقسمها على 3. هكذا نقسموها على 3 ونلموا العجينة تاعنا نديروها إلى دوائر ونغطوها ونخلوها ترتاح هكذا 10 دقائق، ونولو إن شاء الله نحلوها كيف كيف. وهنا بعد ما ريحت العجينة تاعنا، خليناها ريحت 10 دقائق، نبداو إن شاء الله نحلو فيها. نرشو البلون دو طرافاي تاعنا بشويه فرينة هكذا ونزيدو فوق العجينة باش نتفاداو العجينة ما تلصقناش. هكذا نعاونو روحتنا بالفرينة، ومن بعد نبداو نحلو الكريات تاع العجينة تاعنا. ولازم نحلوها رقيقة هكذا، نحلها بالعقل. وشوفوا العجينة ما شاء الله كيفاش راهي تنحل وحدها، راهي بزاف بزاف طرية وخفيفة. هكذا. ومن بعد نشد المايزينة ولا النشا شوية ماشي بزاف، ونرشوها فوق العجينة هكذا، لأنه هذه المايزينة هي اللي راح تمد التوريق. هكذا. ونبداو نطبقوا العجينة تاعنا على هذا الشكل كما راكم تشوفوا. هكذا. ومن بعد نشدو نقطعوها على هذا الشكل كما راكم تشوفوا. يعني كما قلت لكم ما كاش اسهل منه هذا القريوش، يعني هو اسهل وصفة في القريوش، ويجي الذوق تاعو تماما كما الوصفات تاع القريوش اللي نديرو. وشنو هذا صافي سهل سهل ويتحضر في وقت قياسي. هذه هي. احنا دائما نحوسوا على وصفات تكون سهلة وما تديناش بزاف الوقت. دركا نحطهم في صنيوة ونخليهم يريحوا 1 ل5 دقائق، ونروحوا نديروا الزيت في المقلاة ونبداو ان شاء الله نطيبوا فيه.
هنايا استعملت كاسرونه يعني اللي تكون شويه غامقه، وهكذا باش نبدا نطيب ان شاء الله. شوفوا سخنت مليح مليح الزيت، وكي نديروا الحبه تاعنا الطيب نقصوا الفرن. وشوفوا الطريقه اللي استعملتها، يعني شديت كوردون وضغطته في وسط الحبه هكذا راني رايحه نمد الشكل اللي نبغيه انايا للحبه، وبهذه الطريقه يعني الدوران هذه راح يطيب على الداخل. بقاو تدوروا فيها يعني حتى تشوفوا الحبه تاعكم انفتحت مليح، ولا بغيتوها ما تنفتحش مليح يعني ما تدوروش بزاف. هذه هي راه كلش باين يعني. المهم انا نكمل نطيب كامل القريوش تاعي. شوفوا على هذا الشكل، يعني راهي العمليه سهله هكذا. واللي طيب نحطها في الكسكاس ونشد العسيله ونعسلهم وهما سخونين هكذا. واللي يبغي العسل يعني بزاف يقدر يزيد يعسلهم للمره الثانيه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الفكره تاع القريوش المخربش، وانا وحده عجبني بزاف التحضير تاعو. تحضير ساهل، ما تقعدي تحلي فيه، ما تقعدي تظفري فيه، ما تقعدي يعني ساهل. هذه هي. نتمنى ان شاء الله حتى انتم تجربوه ويعجبكم، وعلى بالي اذا جربتوه راه رايح يعجبكم. المهم راح نكمل كامل نطيب الحبات تاوعي ونشوفوه ان شاء الله في صحن التقديم فيما بعد ان شاء الله. وهذا هو القريوش تاعنا. شوفوا ما شاء الله القريوش المخربش. انا هنا راني نزيد نعسلو للمره الثانيه هكذا، وزينته بشويه تاع بيستاش. واش نقول لكم، يجي هايل يعني نشربوا به قهوه ولا لاتاي، وحاجه سهله. وشفتوا المقادير يعني موجودين في كل دار، زيت وزبده وفرينه بيض، هذا ما كان ما فيش بزاف المقادير. وهذا هو القريوش تاعنا، قريوش مخربش. المهم اذا عجبتكم الوصفه دائما نقول لكم ما تنسونيش من اللايك والاشتراك والبارطاج، واذا حبيتوا اضغطوا على زر الجرس هكذا باش كي ندير فيديوهات جدد يوصلوكم. وهنايا وبليجي نفتح لكم حبه تشوفوا كيفاش جا القوام تاعو، يعني يتقرمش هشيش، جا روعه. اني شديت هذه الحبه المدوره هكذا، شوفوا يجي روعه، يجي هايل. وهنا الشكل واحد اخر هكذا، شوفوا يجي يتقرمش يجي والم يعني القهوه. هذه هي. قلكم الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.